السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ضاء من قناة أسهل وأسرع الوصفات. حبايب قلبي متابعين الكرام، النهاردة معانا وصفة سريعة وسهلة جدا جدا وبسيطة لذيذة جدا، هتعجبكم. جربوها وهتعجبكم إن شاء الله. قطع الدجاج المقرمشة من بره وطرية ولذيذة جدا من جوه. سهلة جدا وبسيطة الطريقة. عبارة عن صدر من الدجاج مغسول ونضيف، هنقطعه شرايح بالطول كده، وبعد كده هنرجع تاني نقطعه قطع زي المكعبات كده، قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين في الفيديو. هنقطعه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. معانا هنا في بولة كبيرة فيها شوية مية، هنضيف معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، وهندوبهم كويس جدا. بعد كده هنضيف قطع الدجاج بتاعتنا في المية دي، وهنغطيه بكيسة، هنغطيه كويس، وبعد كده هنحطه في التلاجة مدة مش أقل من 3 ساعات. وبعد كده بقى هنجهز معانا الطبق اللي فيه الدقيق اللي هو الطحين، وطبق تاني فيه بيضتين ومعلقتين كبار من الحليب وشوية فلفل اسود، وهنقلبهم كويس. وهنبتدي بقى ناخد قطع الفراخ الدجاج بتاعتنا، نضيفها في الدقيق اللي هو الطحين، وبعد كده هنضيفها في خليط البيض بالحليب كده. وبعد كده هنرجع تاني نغطيها بالدقيق، وبعد كده هنرصها في الطبق لحد ما نخلص الكمية كلها بنفس الطريقة دي. بعد كده في زيت محمي على النار هننزل بقى بالقطع اللي خلصناها في الدقيق وخليط الحليب، وهنسيبها تتحمر لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. شايفين مقرمشة جدا من بره. طبعا خليط البيض والحليب كان منضاف ليه ملح وفلفل اسود. بعد كده بعد ما حمرنا كل الكمية باللون الذهبي الجميل ده، شايفين مقرمشة من بره ازاي، هنبدأ بقى نضيف عليها صوص الباربيكيو ونقلبها فيه كويس جدا، ونقدمها بقى. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. لو اول مرة تشوفي القناة اشتركي معانا وفعلي الجرس، معانا وصفات سهلة وسريعة كل يوم.